السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم كويزين إكرام دي زد. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في أحسن حال وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم هذه الزوج الوصفات في فيديو واحد. الوصفة الأولى اللي هي طاجين البسبس. بما أننا في الوقت نتاعو لازم نستغل الخضر في المواسم نتاعها. والوصفة الثانية اللي هو الخبز التركي باش نرافق هذا الطاجين بالخبز التركي، يجي خفيف، يجي ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفات وتجربوها، وما تنسونيش بهذاك الجيم والتعليق شباب كيما نتوما باش تطلع على فيديو نتاعي فضلا وليس امرا. اما الان نبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. عندي نص كاس نتاع الحليب يكون دافي، عندي نص ملعقه نتاع الخميره الكيميائيه، عندي ملعقه تاع الخل، عندي ملعقة نتاع السكر، ملعقة تاع لاليفير شيميك أو خميرة الحلويات، ونحرك كل المكونات مع بعض ونخليها باش تتفاعل شوية باش نولي لكم. هذه المقادير يا البنات تاع خبزة صغيرة، اللي يحب تضعف في المقادير تزيد في المكونات دوبليهم وتجيهم جوج خبزات. وهنايا الخميرة تاعي راهي تفاعلت، ونضيف المكونات اللي بقات لي. هنايا درت 4 كاس نتاع الزيت او 3 ملاعق نتاع الزيت، وشويه نتاع الملح، حوالي ملعقه صغيره، ونزيد الفارينه بالتدريج، وندخل الفارينه يا البنات على مراحل حتى تدخل لي كامل هذيك الفارينه. هنايا يا البنات هاد الكميات دات لي 2 كيسان نتاع الفارينه، وانتم على حساب الفارينه اللي تستخدموها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. ونخليها حتى تخمر لي هذيك العجينه، نغطيها بابي فيلم ونحطها في مكان